في الكورة مش دايما أكتر واحد جري هو اللي كان عبقري، مش دايما أكتر واحد اتصور هو اللي كان أهم. في نجوم نورهم ما كانش صاخب، ما كانوش بيجروا كتير، لكن كانوا بيوقفوا الزمن. دي مش حكاية لاعب اتظلم، دي حكاية عصر كامل ما استحملش عبقريته. النهاردة هنفتح أول ملف في سلسلة نجوم في العتمة، وهنسأل سؤال بسيط: هل كان ريكيلمي بطيء ولا احنا اللي بقينا مستعجلين؟ أنا لو حبيت أعمل عنوان صحفي كده عن ريكيلمي هقول إن ريكيلمي آخر من كان يتحكم في الزمن، العبقري الذي رفض أن يركض. ريكيلمي فعلا ما كانش سريع وكان بطيء، لكنه كان عنده الأهم: السيطرة. في مصطلح كده معروف في الأرجنتين بيوصفوا بيه اللاعب رقم 10 الكلاسيكي اللي بيربط ما بين خط الوسط والهجوم، هو الإنجانشي. ريكيلمي بقى الإنجانشي الأخير في تاريخ التانجو. السرعة أكيد بتبقى سلاح قوي، لكن مع ريكيلمي البطء بيبقى سلاح دمار شامل. نيجي بقى على الفقرة الأهم والأمتع بالنسبة لي في سلسلة نجوم في العتمة. هنتكلم عن العمق الفني والتكتيكي، بس النهارده عن ريكيلمي. في مفهوم معروف عند المحللين ومعلمين الكورة اسمه التيمبو. اللعيبة الفذة والاستثنائية عندهم القدرة على التحكم في التيمبو. الناس فاكرة إن البطء ضعف، لكن في كرة القدم في نوعين تحكم: الهاي انتنسيتي التحكم بالسرعة، وريزم كنترول التحكم في الإيقاع. ريكيلمي كان من النوع التاني اللي بيتحكم في التيمبو، الريزم كنترول. هو ما كانش بيجري عشان يسبق الخصم، هو كان بيوقف اللعب عشان يخلي الخصم يتحرك غصب عنه. تكتيكيا ريكيلمي كان بيستلم بين الخطوط مش عشان يلف بسرعة، لكن عشان يجبر البيفوت يتحرك، واول ما الارتكاز يطلع المساحة بتفتح خلفه. وكان بيصنع سبيس بالانتظار مش بالحركة، وده مفهوم نادر جدا، ومش اي لاعب يقدر يعمل النتيجة دي غير لما يكون الكنترول عنده عبقري. طب في سؤال هنا: هل فعلا ريكيلمي كان بطيء؟ لو بصيت على ارقامه في فياريال هتلاقي انه كان اكتر لاعب بيخلق فرص في الدوري الاسباني وقتها، على الرغم من ان لمساته قليلة. لكن لان لمساته كانت قليلة الناس حست انه خارج الماتش، لاعب عنده له اكتيفيتي بس في نفس الوقت هاي امباكت. ريكيلمي كان قليل اللمس عالي التأثير. في صدام فلسفي حصل بين ريكيلمي وبين المدرب لويس فان خال. لويس فان خال كان مؤمن بالبوزيشنال ديسيبلين، الانضباط التموضعي، سرعة التداول، حركة بدون كرة مستمرة. ريكيلمي كان مؤمن بالكرة الجيل الأول، أهدى اختار اللحظة المناسبة اللي هاجم بيها على الفريسة. الصدام ده مش شخصية، ده صدام مدرستين: مدرسة الكرة المنظمة ضد مدرسة العبقرية الحرة. في نقطة محورية جدا بالنسبة لي خلت ريكيلمي من نجوم في العتمة. بعد 2008 تقريبا ظهر جيل ضغط عالي وانتقال سريع، خط دفاع متقدم، فبالتالي العشرة الكلاسيكي بقى عبء دفاعي. ريكيلمي كان محتاج فريق يبني حواليه، لكن الكرة الحديثة بقت تبني على المنظومة مش على اللاعب. عايز رأيك في التعليقات، هل ده ظلم ولا تطور طبيعي؟ وهل ريكيلمي فعلا فشل في أوروبا ولا أوروبا فشلت في فهم ريكيلمي؟ والجملة الشهيرة جدا: تبديل ريكيلمي هو سبب خروج الأرجنتين ضد ألمانيا في 2006، هل الكلام ده حقيقي؟ وهل الأسباب اللي أنا قلتها بس هي دي الأسباب الفعلية اللي رغم نجومية ريكيلمي الفذة والعبقرية لكنه في النهاية نجم من نجوم في العتمة؟